ازيك يا صديقي وصديقتي عاملين ايه؟ احنا خلاص في اخر السنة، يعني انا بصور الفيديو ده يوم الاربعاء. دلوقتي احنا يوم 24 ديسمبر. فانا حبيت ان انا خلاص ابدأ اعمل محتوى ستوري تيلينج، يعني محتوى وانا بحكي لكم فيه عن حاجة، لان ده المحتوى اللي انتوا بتحبوه، والصراحة ده المحتوى اللي انا كمان بحبه، ان انا اشجعكم وان انا اقول لكم قصتي افضل بكتير من ان انا بس اقول لكم عن منحة معينة او حاجة. طبعا انا هقول لكم عن منح، هكلمكم عن سفر، هكلمكم عن education، هكلمكم حتى عن حياتي، عن مهارات، بس بطريقة اكتر ستوري تيلينج، بدل ما انا افضل اقول لكم المنحة دي بتعمل ايه وهكذا. دي الطريقة اللي انتوا بتحبوها ودي الطريقة اللي انا بحبها. فهنبدأ السنة الجديدة كده، فأنا مبسوطة أوي إن إحنا هنعمل ده. والنهارده أنا عايزة أكلمكم عن أول مرة لمّا سافرت بولندا، الرحلة اللي أنتم على طول بتكلموني عنها، عشان أنا سافرت ساعتها مع الEuropean Solidarity Corps، وأنا كنت عملت فيديو عنه، فأنتم كنت هاسيبه لكم في الdescription ممكن تتفرجوا عليه. بس أنا عايزة أكلمكم عن الرحلة نفسها وأنا عملت فيها إيه، وإزاي أصلًا كانت حياتي عاملة إيه ساعتها وأنا عندي 19 سنة. فإزيك وإزيك؟ أنا عالية لو أول مرة تشوفوني. أنا عندي 23 سنة وأنا سافرت 18 دولة وأنا لسه في الجامعة. ده كانت قصتي اللي أنا بدأت فيها حرفيًا بقى لنا أهو 6 شهور على السوشيال ميديا، وشهرين دلوقتي على اليوتيوب. أنا مبسوطة أوي إن أنا مكمّلة معاكم، برغم إن لو أنتم متابعينّي في حاجات كتيرة حصلت. أنا سافرت 5 دول وأنا هنا باعمل محتوى، في حاجات كتيرة حصلت، شنطتي ضاعت، نفسيتي كانت تعبانة شوية، الحياة بتتغيّر، أنا عندي 23 سنة، فاللي هو إيه ده adult فجأة بقيت خلاص شخص ناضج فجأة كده، وأنا ما كنتش عارفة اللي هو إيه ده، إيه اللي حصل ده؟ حرفيًا ده بيفكّرني بجد بأنا أول ما سافرت وعندي 19 سنة. فبس هي قصتي اللي أنا خدت أكتر من 40 منحة، وسافرت كمان أكتر من 18 دولة، وأنا هاتكلم معاكم هنا كأنكم صحابي. يعني أنا قاعدة مع صديق وصديقتي دلوقتي، مش مرتبة الكلام اللي أنا هاقوله في الفيديو ده الصراحة، يعني أنا مش عاملاه اللي هو بقى زي منحة UWC أنا كاتبة لكم كل حاجة وقايلة هاقول إيه بالضبط. لأ، أنا هاكلمكم من قلبي، حتى هاحاول ما أعملش cuts كتير في الmontage، هاكلمكم عادي جدًا. دي الطريقة اللي أنا عايزة أوصّل بيها رسالتي، وعايزة كمان توصل لكم إن إحنا صحاب فعلًا. فأهلًا بيكم على قناتي، لو أنتم مش عاملين subscribe اعملوا لي، ده بجد ده هيدعمني جدًا إن أنا أكمّل محتوى. يعني إن أنتم تدعموني، تعملوا like وتبعتوا لأصحابكم وتقولوا لي في الكومنتات محتوى إيه اللي عايزين تشوفوه، لو عندكم أي أسئلة أحب جدًا أجاوب عليها. أنا أصلًا باخد أفكار من الcomment اللي أنتم بتعملوها لي وباعمل لكم عليها فيديو. فبجد دعمكم هيفرق معايا جدًا على آخر السنة إن إحنا نوصل ل1000 مشترك، ل1000 subscriber، وإن أنا أعمل لكم محتوى أكتر. وكده، كده إحنا بنكبر مع بعض، يعني أنا باتطوّر في المحتوى معاكم حرفيًا. أكيد أول فيديو مش زي دلوقتي، أنا حرفيًا قاعدة أهو قدّام الكاميرا ما بابطّلش كلام. أنتم ما تعرفوش، ما فيش حد بيتقبل في scholarship، ما فيش حد بيتقبل في program من أول مرّة حتى في الشغل. يعني ده غير لو أنتم عندكم حاجة معيّنة أو عندكم يعني زي ما نقول connection معيّنة. بس أنا يعني ناس كتير بتسألني إزاي اتقبلت، أنا حرفيًا كنت مقدّمة ممكن على 20، 30. أنا ممكن أخُش على الإيميل بتاعي حرفيًا وأشوف أنا قبل 2022 كنت قدّمت ممكن على 20، 30 program مع الEuropean Solidarity Corps، في حتى منهم عملت interview وبرضه ما اتقبلتش. فده طبيعي جدًا، أنا أصلًا كنت ماشية في حياتي، ودي بجد أحلى حاجة ودي أهم نصيحة دلوقتي أنا حتى باقولها لنفسي. تفضلوا ماشيين في حياتكم ما توقّفوش، مش عشان مثلًا جالكم rejection من الشغل ده أو من المنحة دي توقّفوا، لأ. أنا عملت الغلطة دي الأيام دي يعني، أو حتى أول ما بدأت أسافر كنت يعني كنت بطّلت أعمل حاجات كتير، وده غلط، ده أثّر عليَّ من نواحي، وده هاكلمكم عنه في فيديو تاني، اللي هو مش لازم عشان أنا دخلت في طريق السفر أو طريق المنح إن أنا بس ده الحاجة الوحيدة اللي أفضل مكمّلة فيه. كان لازم أكمّل في الطرق التانية، خصوصًا إن أنا ما أعرفش هل أنا فعلًا هافضل هاستقر برّه والّا هاستقر في مصر، أنا لسه ما أعرفش حتى ده لحد الآن. فكان لازم أحدد، مش لازم أحدد مصيري، كان المفروض أمشي في كذا طريق. فده فعلًا اللي أنا كنت باعمله زمان، إن أنا بجد ساعتها ما كنتش بس واقفة إن أنا على المنحة دي أو على European Solidarity Corps، كنت باقدّم على حاجات كتيرة جدًا. أنا أصلًا هاعمل لكم فيديو عن كل حاجة اتقابلت فيها، عشان هي غير التطوع مع الاتحاد الأوروبي. بس ساعتها أنا كنت عادي جدًا، كنت باتطوّع. أنا فاكرة إن أنا كان عندي conference مع مشواري، كان ساعتها موجود في المحافظة بتاعتي، وكان عندي حوارات كتيرة، كنت باتطوّع، كنت في الكلية، كنت بافكّر هاحوّل من الكلية والّا أعمل إيه، حرفيًا مليون حاجة. كنت بالعب kick boxing يعني قُلت لكم كنت باطلع البطولات بتاعة الkick boxing، وكان عندي صحاب هنا وصحاب هناك، اللي هو حرفيًا باروح لهم محافظات تانية نخرج مع بعض. كانت الحياة بجد حياة جميلة، حياة كده مش واقفة، أنا ماشية فيها كده وباقدّم على شغل، باقدّم على تدريبات. فجأة فتحت الإيميل بتاعي، لقيت إن في منظمة في بولندا في مدينة صغيرة اسمها جاشوب عايزة تعمل معايا interview. ساعتها بقى عشان تعرفوا بس الحظ، عشان تعرفوا الحياة، وده اللي باقول
ممكن الفرصة ما تكونش مناسبة ليكم، بس أنتم بس محتاجين تقدّموا. فساعتها أنا كنت مقدّمة على long term، long term ده اللي هو سَنة لو أنتم ما تعرفوش، short term من أسبوعين لشهرين، والlong term ده اللي هو من شهرين لحد سَنة. ساعتها أنا شُفت الopportunity دي وكانت مفتوحة لمصر، فساعتها هي أصلًا الteam volunteering أو الshort term ما كانتش أصلًا مفتوحة لمصر، فأنا قدّمت ساعتها معاهم على long term. فعملت الinterview وكنت ساعتها عاملة motivational letter وكنت عاملة كل حاجة، لإن أنا حرفيًا باتطوّع من وأنا صغيرة، فأنا عارفة الدنيا دي بتمشي إزاي. فخلاص أنا رُحت عملت الinterview كان online، كانت مع الcoordinator، كانت المنسقة بتاعة الproject في بولندا، كانت لذيذة أوي، كنت مبسوطة وأنا باتكلم معاها. وساعتها وده اللي أنا بجد أنا عمري ما باخبّي شخصيتي، حتى هنا في الcontent وأنا باعمل فيديو أنا مش باحاول خالص إن أنا أخبّي شخصيتي، مش باحاول خالص أخبّي إن أنا لابسة sweatshirt Christmas، أنا قصدي ألبسه على فكرة، يا ريت يعني نappreciate ده، يعني ممكن أوريكم بُصّوا المهم نرجع لموضوعنا. فهي بجد كانت ست جميلة جدًا، وأنا ساعتها وقُلت لها إن دي أول مرّة أنا ما سافرتش غير ساعتها الprogram بتاع أمريكا، وكان مدة صغيرة جدًا، أسبوع 10 أيام، فأنا بجد أنا خايفة شوية من سَنة، أنا ساعتها كنت لسه بادرس في الكلية، وبرضه أنا 19 سَنة أنا كنت صغيرة أوي. بالنسبة لنا لمصر أنا عارفة إن في بلاد تانية ممكن لو حد عنده 19 سَنة يبقى بالنسبة لهم لأ عادي مش صغيرين وعادي، بس أنا مش متعودة، أنا حتى ما طلعتش جامعة برّه المحافظة بتاعتي، أنا كنت قاعدة في المحافظة بتاعتي. اتطوعت وعملت كل حاجة، بس كل سفري على طول بيبقى قليل، على طول كنت بارجع. فأنا وضّحت لها إن أنا بجد كنت قلقانة، وإن أنا عمري ما سافرت المدة دي والسنة دي كتير. ساعتها قالت لي عندنا program تاني team volunteering لمدة أقل من ده. قُلت لها طب يا ريت تمام، وحرفيًا أنا كنت عاملة الinterview في شهر 7 والسفر كان في آخر 8. فهي ساعتها بعدها بعتت لي إن أنا اتقبلت، وحرفيًا أنا دماغي اللي هو يعني إيه؟ يعني إيه أنا اتقفلت؟ يعني أنا هاسافر كل المدة دي، أنا هاروح أوروبا، أنتم مش متخيلين بالنسبة لي ده حلمي، حلمي إن أنا أروح أوروبا طول حياتي، أشوف عاداتهم وتقاليدهم، أشوف بيعملوا إيه، أشوف الدراسة، كنت مبسوطة أوي. وساعتها حرفيًا كان ده ساعة للأسف الحرب اللي كانت حاصلة، ما يعني وبولندا أصلًا لو أنتم عارفين هي جنب أوكرانيا، والمدينة اللي أنا فيها أصلًا كانت في الشرق بولندا، فأنا أهلي كانوا قلقانين خالص، وأنا ساعتها ما كنتش عارفة طب والكلية، كنت بافكر ساعتها أحوّل من الكلية، طب والتطوع بتاعي اللي أنا باعمله فده برضه كان بياخد معايا وقت، يعني أنا فاكرة إن أنا كان بياخد منّي وقت كبير. فأنا برضه في السفرية دي أنا ضحيت بحاجات تانية، عشان بس نكون واضحين إن إحنا في حاجات بنعملها عشان عشان ده إحنا شايفينها لمستقبلنا، في حاجات بنضحي بيها برضه. يعني أنا فاكرة إن ساعتها كان جات لي سفرية المغرب من organization في مصر، بس أنا ساعتها قُلت لأ طبعًا بولندا بالنسبة لي أفضل بكتير، وسفرية المغرب كانت youth exchange كانت أسبوعين، كنت تقريبًا هادفع برضه contract، كنت هادفع الفيزا وكده وبعد كده يرجعوها لي. ولكن في سفرية بولندا دي أنا حرفيًا ما كانش عندي حساب بنكي أصلًا، يعني أنا كنت بادئة من الدرجة دي، عشان بس ما تفكّروش إن أنا أول مرّة سافرت كنت لأ زي دلوقتي، زي عالية دلوقتي، لأ خالص، ومش مشكلة، مش عيب خالص إن إحنا نبدأ من المستوى ده، مش عيب إن إحنا نبدأ من الصفر، كلّنا بدأنا من مكان، ما فيش حد مولود واو خارق. مش البشر أصلًا مش طبيعي، حتى لو في ناس فعلًا مولودة وهي معاها أهلها أو معاها mentors من الأول، ده مش الطبيعي. وبرضه صدقوني هُم أكيد بيعانوا من حاجات تانية في الحياة إحنا بس مش شايفينها، أنتم بس شايفين الcontent creators اللي بيسافروا، بس أنتم ما تعرفوش قصتهم من الأول كانت عاملة إزاي. بس فأنا حرفيًا يعني جات لي القبول وأنا ناقص شهر، شهر ونُص على السفر، وأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا يا جماعة كنت متطوعة، كنت متطوعة في ISEC، كنت المفروض إن أنا اللي باسفّر الناس وباعمل كل ده، بس أنا ما أعرفش، يعني أنا ما أعرفش إيه اللي يحصل في الفيزا، ما أعرفش إزاي أحجز تيكت طيران، ويعني إيه أصلًا ما عنديش حساب بنكي، كان عندي اللي هي الcard بتاعة عشان الكلية عشان بس ما عنديش حساب بنكي. إيه الحوار ده؟ ساعتها بعتّ إيميل للسفارة، سفارة بولندا كانت لذيذة موت بجد، ما كانش في أصلًا appointments ساعتها، بس هُم ادّوني ميعاد عشان أنا كنت بعت لهم ساعتها الinvitation letter والcontract، وده أنا هاعمل لكم فيديو كامل عن الفيزا الشنجن أصلًا وإزاي تطلّعوها، وشوية tips and tricks عشان أنا حرفيًا خدتها 5 مرات، باعمل إيه بالضبط عشان تتقبلوا فيها، هاعمل لكم ده فيديو مخصوص، برضه قولوا لي في الكومنتات لو أنتم عايزين الفيديو ده. بس كلمتهم بعتّ لهم على الإيميل إن أنا جات لي سفرية وإن أنا رايحة أتطوّع في بولندا. فهُم ساعتها قالوا لي تمام، وبعتوا لي website ماشي، وحاجة تضحّك هنا بقى، ده حاجة تتعلموها، بعتوا لي website والمفروض إن أنا بقى إيه، مليته شُفت فيديوز على اليوتيوب، كنت قلقانة خالص ما أعرفش حد، أنا ما أعرفش حد في الcommunity بتاعتي سافر قبل كده، بجد ما أعرفش حد في الcommunity بتاعي سافر أوروبا أو كده، يعني أنا كنت أنا أول ما سافرت كنت حاسة إن العالم كلّه في وادي وأنا في وادي تاني، دلوقتي حاسة لأ، دلوقتي شايفة إن كل الناس سافرت عادي، دلوقتي شايفة إن السفر سهل أوي، بس أنا أول ما بدأت أسافر من 4 سنين يعني العالم في وادي وأنا في وادي تاني خالص.
وساعتها كانوا عايزين منّي sending organization. أنا كنت أعرف شوية organization في مصر، بس الموضوع كان ملعبك عشان كان الوقت قصيّر وهُم كانوا بيردّوا متأخّر، كان حوار. يعني أنا حرفيًا عملتها لوحدي برضه، عملت أغلب الحاجات، حرفيًا 99% في الحاجات أنا اللي عاملاها يعني. هُم ساعدوني شوية، بس هو الوقت فعلًا كان صغيّر. بس أنا صمِّمت إن أنا هاروح، يعني هاروح. يعني أنا قُلت أنا يا عالية هاروح وهاعمل ده فعلًا، وكان عندي حتى ظروف في البيت، كان في حوارات، بس أنا صمِّمت. الفرصة دي مش بتيجي كتير، وده حقيقي. فرصة بولندا فتحت لي أبواب لحاجات كتيرة. فرصة بولندا مش بس فتحت لي أبواب، فتحت لي أبواب في عقلي، بجد خلّتني أشوف حاجات أنا عمري ما شُفتها، خلّتني أشوف حاجات عن نَفْسي، عن شخصيتي. ما أنتم متخيّلين أنتم قاعدين كل ده من شهرين ل3 شهور أنتم قاعدين في مكان أنتم الوحيدين، مش باتكلّم عربي أصلًا. أنا قاعدة في مدينة صغيرة في بولندا، ناس حتى مش شبهي، مش نَفْس الculture، مش نَفْس أي حاجة. أنا مسافرة لوحدي وعاملة كل حاجة لوحدي. فأنا ده إزاي أصلًا ورّاني عن شخصيتي. ده بجد أنا فهمت إيه عن نفسي، فهمت إيه عن نفسي وأنا قاعدة لوحدي. إيه اللي بيحصل في تفكيري، يعني إيه اللي هيحصل لمّا باشوف ناس تفكيرها مختلف عني. ده علّمني كتير أوي، يعني بجد كانت سفرية. أنا لحد الآن أنا رجعت منها بجد، مش هاكدب عليكِ، رجعت منها مكتئبة شوية كمان. ما حدش بيتكلم عن الاكتئاب من بعد السفر عامةً يعني، ده برضه فيديو تاني. ما حدش بيتكلم عن الاكتئاب من بعد السفر. يعني دلوقتي أهو باسافر 18 دولة ولحد الآن هو إيه ده؟ أنا مين وإحنا فين، وإيه المجتمع ده، إيه المجتمع اللي هنا ده. بجد ما بقيتش أقول المجتمع اللي هناك. أنا باجي مصر، هو إيه المجتمع ده. بانزل خلاص، بانزل الدلتا، هو إيه ده، باروح القاهرة، هو إيه ده. يعني إيه الناس دي، مين الناس اللي في الجامعة دول، ومين الناس اللي في الشغل ده، ومين الناس اللي في الشغل دي. أنا خلاص أنا بقيت world citizen، يعني مواطنة عالمية، ما بقيتش بجد. ودي حاجة برضه مش مبسوطة بيها 100%، حاجة تضايق شوية، لإن أنت بتحس إن أنت outsider. أنا باحاول أشيل الشعور ده، وباحاول بجد خلاص إن أنا أتعرّف على ناس شبهي أكتر، أو إن أنا أخش communities أكتر شبهي. بس لأ، ده شعور بييجي، يعني ده شعور بييجي. وأنا ما كنتش وأنا الصراحة ما كنتش مهتمة بيه في الأول، كنت بس ماشية في الاتجاه ده. بس هو في وقت من الأوقات تمكّن منّي فعلًا، لمّا بقيت حاسة إن أنا I outgrowing my community، إن أنا مش عارفة أوضّحها إزاي بالعربي، إن أنا طلعت من المجتمع. أنا خلاص ما بقيتش هنا، خصوصًا إن أنا مولودة في محافظة صغيرة، وكنت بارجع على طول هنا تاني. يعني أنا كنت باخلّص من فرنسا لألمانيا لبولندا وبارجع هنا تاني. فدي كانت حاجة يعني. المهم أكمّل لكم القصة. أنا خلاص قدّمت على الفيزا وكل حاجة حرفيًا. أنا فاكرة إن أنا كنت رايحة يوم 28/7، بس عشان شوفوا اللي حصل بقى. أنا كنت عاملة الapplication غلط. حرفيًا كنت عاملة الapplication غلط، عشان أنا قعدت فترة طويلة على الapplication، ما كنتش أعرف إيه الصح وإيه الغلط وإيه كل الحوارات دي. فأنا كنت عاملاها غلط، ولمّا رُحت هناك، يعني أنا رُحت القاهرة أهو، قالوا لي أصلًا ما فيش الapplication بتاعِك أصلًا مش موجود. فأنا ساعتها اتخضيت وما عرفتش أعمل إيه. بس الحمد لله يعني، أنا كده هُم كانوا مدّيني website، حجزت على طول بعدها. وعلى حظي طبعًا الأقرب ميعاد كان 4/8. وأنا حرفيًا لازم أسافر 20/8، يعني أنا لازم أكون هناك 20/8. الprogram لازم هيبدأ 20/8. فحرفيًا 4/8 خدت الفيزا 16/8 واتقبلت. ودي كانت أول فيزا شنجن على الباسبور بتاعي. وعادي جدًا، ما كنتش مقدّمة بحساب بنكي بالمناسبة. هو في invitation letter، في contract، في كل حاجة حرفيًا. في حتى الhealth insurance هُم باعتينه، وغير إن إحنا كمان عندنا health insurance مصري بالمناسبة. فكل حاجة أنا عاملاها عادي جدًا. حرفيًا اتصوّرت تاني، يعني عادي. حوارات، بس أنا خلّصتها. وأنا فخورة بجد إن أنا في السن ده عملت كل ده لوحدي. ما كانش عندي mentor ساعتها. يعني أنا بعد ما سافرت، الناس بدأت بقى تيجي لي: "عليّا إحنا اتقبلنا في الprogram ده، فممكن تساعدينا؟" أنا كنت مبسوطة وأنا باعمل ده جدًا، بس أنا ساعتها ما كنتش أعرف. بس بالمناسبة ربنا والله كان منزّل لي ملايكة، ولحد الآن أنا لسه باقول لحد الآن كده، ملايكة. أنا أصلًا بدأت أعمل محتوى للناس اللي أنا قابلتها في طريقي. قابلت ناس وحشة، بس قابلت ناس كويسة جدًا وساعدتني من غير، والله كمان من غير ما يعرفوني. ما فيش ما بيني وما بينهم صلة رحم، ما فيش ما بيني صداقة، ما نعرفش ناس مشتركة. ناس كده سألتهم على السوشيال ميديا randomly وكانوا بيساعدوني. أنتم متخيلين؟ يعني أنا هاحكي لكم عنها في فيديو تاني، بس أنا باقول إن على طول ربنا بينزّل معايا ملايكة. ممكن ساعات ما باكونش شايفاها بجد، بجد، بس لأ، ناس موجودين حواليّا بيساعدوني، خصوصًا في أول سفرياتي يعني. أنا سفرية بولندا دي أنا ما أعرفش أصلًا طلعتها إزاي. الفيزا طلعت إزاي بعد كل الحوارات دي، إزاي رُحت. أنا ما كنتش أعرف أي حاجة. يعني أنا صباح الفل، كنت حاجزة ساعتها بتيكت الباص، وواخدة الورقة معايا قد كده وتذكرة الطيران، وهي أصلًا المفروض تبقى في الموبايل عادي. ما كانش معايا ساعتها شريحة نت. بجد، بجد، اللي هو إيه، يعني زي ما بيقولوا الطفلة التي أغوتها أضواء المدينة، أو هو بيقول يعني مش عارفة، هو ما بيقولوش الطفلة الصراحة، بيقولوا الفلاحة التي أغوتها أضواء المدينة. هاموت ضحك. يا جماعة لأ، ما أعرفش بجد، ما حدش بيقول كده.
واللي هو مهما حاولت إن أنت تشوف على السوشيال ميديا، لو بجد ما فيش حد كده قاعد قدامك شكله حابب تعمل الفيديو ده، مش هتفهم برضه، مش هتعرف. فأنا ما كنتش عارفة، يعني أنا فضلت قاعدة في المطار 6 ساعات عاملة كده. لو مثلًا إيه الباص بتاعي، وكان هيفوتني لولا إن أنا رُحت سألت. ودي حاجة بجد، دي skill لازم تعلموها، اللي أنا زي ما قُلت لكم عليها، اللي هي هتبقى لكم في الdescription skill مهارة الفرق، بس كمان إن أنتم تسألوا، ما تتكسفوش يا جماعة تقولوا إن أنتم مش عارفين، بجد، بجد. يعني كنت لسه باسمع podcast وأنا في الgym بيقول ما تتكسفش إن أنت تبقى الشخص اللي بيسأل كتير، ما تتكسفش إن أنت تبقى يعني إن الناس تقول أوف ده بيسأل كتير، يا عم اسأل، أنا عايزاك تسأل، اسألي، اسألي وأحسن يا جماعة ما تكونوا مش عارفين. يعني أنا متخيلة لو أنا ما كنتش كل فليكس باص ده اللي هو بيوديك في أوروبا من مدينة لمدينة، كان ساعتها قاعدة في أنا كنت ساعتها في وارسو، فكنت في مطار وارسو ساعتها، وكنت رايحة المدينة اللي هي جاشوف. فحرفيًا لو أنا ما كنتش باسأل كل فليكس باص بييجي هل ده رايح جاشوف والّا لأ، كنت هافوّت الباص بتاعي. ليه بقى؟ لإن حرفيًا الباص بتاعي جه أصلًا مش باللوجو بتاع فليكس باص، لإن هو كان مع شركة تانية، بس أنا ساعتها في الوقت ده ما كنتش أفهم الحوار ده. لولا إن أنا سألت فعلًا، ما كنتش هاعرف. وكمان ما كانش معايا نت، يعني حرفيًا كان الموبايل خلاص. يعني أول شيء أنا كنت مسافرة طبعًا من غير power bank، ما كانش معايا power bank، دلوقتي أكيد أنا معايا power bank. كنت مسافرة من غير نت، دلوقتي أنا معايا نت عادي وأنا مسافرة. ش zero، zero everything، يعني zero، zero، كل حاجة zero، مش معايا أي حاجة خالص. فحرفيًا كنت قاعدة بس اللي هو بWiFi المطار، لحد ما على حظي الفليكس باص هتبقى فيه WiFi، بس على حظي الباص ده ما كانش فيه. فأنا فضلت بقى قاعدة، وكويس إن أنا كنت مسيّبة الlocation. ده tips and tricks لازم تعملوها بجد، إن أنتم تسيّفوا Google Maps offline عشان لمّا تروحوا مكان تاني. فكويس إن أنا كنت عاملة ده أصلًا، والحمد لله، الحمد لله أنا وصلت المكان بسلام. يعني بعد كل الحوارات دي، ما كانش معايا WiFi ساعتها، وساعتها ما كانش في إلا شخص واحد بس هناك، وما كانش بيفتح عشان أنا كنت واصلة الساعة 23:00. اللي هو إيه كل الحوارات دي بجد، وكنت قلقانة بقى، كنت خايفة، اللي هو إيه اللي ممكن يحصل، إيه اللي ممكن يحصل الساعة 11 ولا أي حاجة، الدنيا كانت أمان جدًا أصلًا. ده بجد دي حاجة غريبة أنا ما كنتش أعرفها، بس هي بولندا أمان أوي. يعني بجد أنا كنت حاسة بأمان جدًا في أي وقت من الأوقات لمّا بانزل، ووصلت بعد كل الحوارات دي. يعني بعد حرفيًا أنا أصلًا طايرة، يعني رايحة من مصر من مطار مرسى علم، أنا مش مسافرة من مطار القاهرة. ويعني أنتم لو عارفين مطار مرسى علم ده، أنا باروح مثلًا القاهرة في 4 ساعات، من القاهرة لمرسى علم ده كانت 12 ساعة والّا حاجة. فأنا نازلة من البيت في 18 أغسطس، يعني أنا جِبت الفيزا 16 أغسطس، ودفعت تيكت الطيران وحواراتها دي، اللي هو أصلًا ما أعرفش أنا جِبتها إزاي في الوقت ده، وأنا اللي كنت دافعاها ساعتها مش الorganization، دفعتها أنا. كل الحوارات دي في يومين، مليون حاجة، عملت الشنطة بتاعتي، حوارات. يعني أنا حاسة إن أنا هاكتب كتاب، اللي هو أنا إزاي يعني survive ده. يعني like I wasn't like I was مش عارفة أوضّح حتى بالEnglish أو بالعربي. مش عارفة أوضّح الموضوع لحد الآن، وأنا باقوله لأصحابي، باقوله لأي حد، اللي هو أنا إزاي عملت ده؟ هو إيه الطاقة دي؟ هو إيه الإصرار والتصميم اللي أنا فيه، اللي أنا هاسافر يعني هاسافر. أنا حرفيًا دلوقتي لمّا بيحصل حوار مثلًا، هو مش قادرة. بافتكر كده أيام زمان، واقول الحمد لله، لأ بجد الحمد لله إن الواحد كبر. يعني إيه ده؟ إيه كل ده؟ فلأ، علّمتني كتير أوي، علّمتني كتير أوي إزاي. وعلى فكرة حاجة، إن أنا كنت مبسوطة أوي وأنا باعمل كل الsteps دي. يعني أنا والله كنت مبسوطة جدًا، كنت مبسوطة وأنا رايحة السفارة، كنت مبسوطة وأنا رايحة السفارة تاني عشان آخد الباسبور، كنت مبسوطة وأنا رايحة مرسى علم، كنت مبسوطة وأنا ساعتها عادي وهي بتسألني في الinterview بتاع السفارة، كنت مبسوطة في كل حاجة، كل step كنت باخدها. الحاجات اللي أنا دلوقتي واخداها يعني for granted، وإن أنا خلاص بجد، اللي هو يعني لسه هاعمل ده، إيه ده، واللي هو زمان ما كانش عندي المواضيع دي أصلًا، وكنت راضية عادي جدًا وكنت مبسوطة. فإحنا بنتغيّر، إحنا بنشوف العالم بعيون تانية. أنا ما كانش ينفع أول ما بدأت سافرت بولندا إن أنا أبدأ لكم محتوى وأبدأ لكم content. ناس كتيرة بتقول لي: "ليه أول ما سافرتِ ليه ما بدأتيش تبدئي محتوى؟" ما كانش ينفع ساعتها، ما كانش لسه عندي الexperience اللي عندي دلوقتي دي. كنت هاطلع أقول لكم إيه، أنا كان لازم بجد آخُد العلم اللي أنا خدته والculture وكل حاجة عشان أعرف أقدّم لكم فعلًا محتوى قيّم، عشان أعرف دلوقتي أحكي القصة دي. يعني القصة دي كانت بالنسبة لي، أنا فخورة بيّا الصراحة، يعني فخورة بأي حد بيحاول وبيصمم. أنا متأكدة أنتم مش هتحاولوا تصمموا عشان حاجة في حياتكم، على فكرة مش لازم بس يكون سفر، ممكن تكونوا بتحاولوا تصمموا عشان تتجوزوا مثلًا وأنتم بتبنوا شقتكم، ممكن عشان تدرسوا. يعني في ناس كمان على فكرة السفر مش لازم يبقى برّه مصر، والله أنا بدأت أسافر جوّه مصر. أنا فاكرة السنة اللي قبلها على طول، قبل سفرية بولندا دي، أنا سافرت في عيد ميلادي. إن أنا أروح إسكندرية لوحدي. كان ساعتها يعني event كنا بننظم event IYNA ده للneuroscience، يعني زي TEDx وكده.
وقضّيت ساعتها عيد ميلادي هناك، حجزت hostel أنا ساعتها في إسكندرية وقضّيت عيد ميلادي هناك لوحدي لأول مرّة. كان إحساس غريب، ما كنتش أعرف خالص في الوقت ده إن أنا أصلًا هاسافر بولندا السنة الجاية وهاحتفل بعيد ميلادي ال20 في بولندا، أنا ما كنتش أعرف ده، ما كنتش أعرف إن أنا قبل ال20 هاكون مسافرة أوروبا، وما أعرفش إن أنا بعدها هاسافر 18 دولة، أنا ما كنتش أعرف أي حاجة من دي، بس هي الأحلام ببلاش، ده أول شيء، الأحلام بجد ببلاش، وده اللي أنا على طول باشوفه لمّا حد يقول لي حاجة، أنتِ مش هتعرفي تعملي ده أو أنتِ ده، لأ، إن حرفيًا نفس الناس قالوا لي الكلام ده قبل ما أسافر، وحتى في أي حاجة في الحياة. فأنتم بجد تقدروا، وأنا كمان أقدر وأنتم تقدروا، وكلنا بجد. امشوا بس في طريقكم، أنا عارفة إن الطريق ممكن يكون صعب، السفر مش بيحل كل حاجة، السفر مش بيحل ممكن ما يحلش أي حاجة بالمناسبة، بس كمية التعلم اللي أنا خدته أنا أنا يعني أنا I'm glad that I took it الصراحة يعني أنا ما كنتش هاقدر لو رجع بيّا الزمن هاعمل تاني، أنا كنت بافكر فعلًا هل لو رجع بيّا الزمن هل هاحب أروح الكلية أكتر وأكوّن صداقات، أحب أعملها بطريقة مختلفة، أنا عزلت نفسي شوية لمّا رجعت، لإن أنا فعلًا عقلي برضه أنا ما كنتش بارجع يعني أدرس في الUC بعدها أو أرجع لcommunity تاني، كنت بارجع لcommunity مختلف تمامًا، فساعتها عقلي كان عامل error حرفيًا، من اللي أنا باشوفه برّه واللي بارجع له، كان الموضوع غريب الصراحة، هل ممكن آخُدها بأسلوب تاني؟ كان ممكن، بس مش ندمانة على السفر اللي أنا عملته كلّه، مش ندمانة خالص على الway اللي أنا خدت بيه آخر 3، 4 سنين من حياتي، على العكس أنا فخورة جدًا، وفخورة بأي حد بيحاول بجد، لو أنتم بتحاولوا بجد كمّلوا في طريقكم، ما تقلقوش، أنا عارفة إن الطريق ممكن يبان صعب، بس والله أنتم قدّها، وكل ما أفتكر سفرية بولندا دي أنا باقولها لكم والله عشان كمان to get inspired إن أنتم كمان تقدروا، أي سنكم بقى من إن أنتم تابعوني من وأنتم عندكم 12 سنة لحد ما أنتم عندكم 50 سنة. ما فرقتش، أصغر وأكبر كمان ما فرقتش والله، تقدروا تعملوا حاجات تانية، وأنا هاحب أعمل لكم videos أكتر عن بولندا وعن عملت إيه هناك واتعلمت إيه هناك بجد، وهاعمل لكم videos عن كل البلاد، أنتم ممكن تقولوا لي البلاد اللي أنتم عايزين تسمعوا عنها، واعمل لكم videos بجد عن الحاجات التطوعية اللي موجودة أصلًا في مصر وبرّه مصر، كل ده لو يعني قولوا لي بس في الكومنتات أنتم هتحبوا إيه أكتر، وأنا هاكون مبسوطة جدًا إن أنا أعملها لكم، ولو عايزين تسمعوا قصة تانية، عايزين تسمعوا إيه بالضبط، عايزين حتى تسمعوا حتى عن قصص في مصر. يعني إيه اللي أنتم عايزين تعرفوه، أنا هاحب أعمل لكم ده جدًا، فأتمنى تكونوا مكمّلين في طريقكم، اوعوا تحبطوا، أنا عارفة إن إحنا ساعات بنحبط، بس خدوا الnew year خدوا السنة الجديدة كإلهام ليكم، خدوا الفيديو ده إلهام ليكم إن أنتم تقدروا تعملوا كل حاجة، رحلة بولندا دي كان بجد كان كلّها صعاب كان كل حاجة، بس أنا كمّلت في طريقي وأنا مبسوطة، يعني أنا مش عارفة أنا كنت سعيدة أوي كده ليه. حرفيًا لو حصل لي حاجة حاجتين من دول يعني أنا خلاص اللي هو إيه ده ليه بيحصل لي كده؟ زمان لأ، ما كانش عندي الmentality دي خالص، اللي هو يعني أنا يا هاكسب يا هاكسب، ما عنديش أي حاجة تانية، هو أنا ما عنديش حاجة أخسرها أصلًا، اللي هو I'm winning, I'm winning it's not like I'm losing at all ما فيش حاجة اسمها أنا هاخسر أصلًا it's not in my mindset and it will be now in my mindset too and it should be in yours also إحنا هنكسب يعني هنكسب، ما فيش عندنا اختيار تاني، هو إحنا هاكسب يعني أنا هاكسب. بس أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، دعمكم بجد هيفرق معايا جدًا، فلو عجبكم الفيديو ولو عجبكم الفيديو اللي أنا عملتها قبل كده خشوا على القناة يعني اتفرجوا على الفيديوز اللي أنا عملتها قبل كده، اعملوا لي لايك وقولوا لي في الكومنتات لو عجبكم الفيديو، ولو عايزين إيه المحتوى اللي أنا أكلمكم عنه بالضبط، عايزين حاجة معينة، عايزين قصة تانية أكلمكم عنها، بس دمتم سالمين وأتمنى ليكم حياة سعيدة وتكملوا في طريقكم، بس سنة سعيدة عليكم، باي باي.